نموف اون بقى لازاي نحسب التيرمنت اصلا، عشان لحد دلوقتي ما قلناش النقطة دي يعني. في حالة ال 2D determinant، باي ذا واي determinant ما بيتحسبش غير على square matrix بس، او ده اللي احنا هنقوله for now يعني. I think ان هي فعلا مش يعني، انا actually مش فاكر، بس يعني بالفورمولا اللي انا فاكرها بتاعت determinant المفروض ما ينفعش تتحسب غير على square matrix بس. فانا unless في some sort of weird special cases يعني انا ما اعرفش يعني. determinant بتاع 2 dimensional A B C D هو يعني determinant يساوي AD minus BC. AD minus BC على طول كانوا بيشرحوا لنا كده يعني. طب ده معناه ايه يعني؟ ليه ده؟ what does this mean؟ لو رجعنا الاكزامبل بتاع اليونت كيوب تاني، لو فاكرين ال A ده كان بيسكيل ال X، يعني ده سكيل X، وال D كان بيسكيل ال Y. لو فاكرين يعني الاكزامبل اللي انا عملته كان 3 0 0 2، فالاكس بقى 3 بدل واحد والواي بقى 2 بدل واحد، فالمربع بقى 3 باي 2 اريا يعني. جميل. فده بيميك سنس. طب ايه ده؟ هو ليه في نيجاتيف؟ هو البي والسي دول اكشلي يعني هم قليت مور كومبليكيتد يعني، أنا ما اظنش اكشلي انا هشرحهم هنا يعني. بس هو بيعبروا عن الستريتشنج، يعني بيعبروا عن لو فاكرين مثلا البارالوجرام مثلا والحاجات دي. يعني هنا في حصل ستريتشنج في الشكل، ما بقاش جاست عبارة عن سكيلينج في الاكس والواي، هو بقى في diagonal بولينج يعني، او ستريتشنج او سويشنج او كده يعني. فدول بيعبروا عن ده، عشان تكلم لما تعمل الحاجات دي انت بتخسر اريا يعني. الشكل ده لو انا رسمت مربع اولموست فوقيه بالظبط يعني، في اريا ناقصة يعني. ده طبعا اكزامبل سيء شوية، بس you get the idea ان الستريتشنج بيلوز اريا. فده ليه هو في ماينس، والبي والسي دول بيعبروا عن كده. كان في جراف موجود يعني، ممكن لو احطه دلوقتي هيعبر عن الشكل بالظبط ازاي بيأثروا فيها، بس انا I'm not gonna get into it يعني. بس ده الجنرال ايديا بتاعت ال 2 dimension determinant يعني. ونفس الكلام برضو في 3D ليها فورميولا يعني. هي طبعا اطول شوية بس يعني هكتبها. بس يعني الحاجات دي لازم نحل للاسف يعني. دي الكيس الوحيدة اللي هضطر اقولك ان انت عشان فعلا تفهم الحاجات دي يعني ما فيهاش سحر قوي يعني، جست محتاج تحل وخلاص. لو عندك 3D determinant A B C D E F سوري A B C D E F G H I التمام بتاعها عبارة عن ال A في determinant ال E F H I minus ال B في determinant ال D F G I plus ال C في determinant ال D E G H. ليه بقى؟ ايه اللي انا عملته بقى؟ just بتفكر فيها ازاي؟ بتفكر في اول رو ده. جميل. فانت عندك ال A، فانت كأنك بتلغي الكولوم ده، هيتبقى لك دول، فتحسب الترمينال بتاع دول. بعد كده هي وبرضه بتكتب كده بلس ماينس بلس، متستنيش يعني، دي ليها حاجة كده بس I'm not going to get into it يعني. البي نفس الكلام، فهتيجي لما تيجي تحسب البي تروح ملغي الرو والكولوم دول، هيتبقى لك الدي اف جي اي اللي هم هنا، والسي نفس الكلام. فدي الايديا يعني. ده البيسس بتاع الفورمولا، بس للاسف ملوش يعني نايس اكسبلانيشن زي ال 2 دي يعني. بس هو هنا هي حاجة شبيهة يعني. طبعا هي أكيد ليها some sort of magic، بس هي أصعب إن أنت تشرحها يعني. ف بس يعني فده actually كل حاجة عن determinant. وهسيبكم يعني مع سؤال كده بسيط في الآخر يعني، المفروض تعرفوا تحلوه. بس في observation ممكن نقدر نعملها، وهي إن determinant بتاع M1 في M2 بيساوي الديترميننت بتاع M1 في الديترميننت بتاع M2. ده السؤال اللي تريبل وان براون انهى الفيديو بيه يعني، بس هو ما جاوبوش. بس this should make very easy sense يعني. المفروض من هو صراحة ده من اسهل الحاجات يعني. ليه؟ عشان يعني لو رجعنا لنفس الكونسيبت تاني اللي هو الاساسي بتاعنا اصلا لحد دلوقتي، ان
اي ماتريكس عباره عن لينير ترانسفورميشن، فالاتنين دول مع بعض عباره عن ان انت بتعمل لينير ترانسفورميشن كان لينير ترانسفورميشن بعديه، فلو الديترمنت بتاع ده عباره عن 3 وده ب2، فانت في اول ترانسفورميشن ضربت اريا في 3، وفي تالت ترانسفورميشن ضربت اريا في 2، فاوفرول انت ضربت اريا في 6 يعني. بس فهو ده اللي بيقوله ان انت تايمز 3 تايمز 2 equal 6. بس يعني هو الموضوع مش صعب خالص لو فكرت بيه تاني، لو فعلا ظبطت دماغك ان انت تفكر بالانتويشن بتاع اللينير ترانسفورميشنز هتحس ان الموضوع سهل جدا يعني. ف بس يعني ده اللي هننهي بيه الفيديو ده، و see you later.